السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشني والله. طبعا انا معلش ان انا ما بنزلش فيديوهات كل يوم عشان بس خاطر الظروف وكده، فبنزل ايه يوم ويوم يعني. بصوا بقى يا حبايبي، انتوا عارفين بقى ان احنا في الشتاء، والشتاء طبعا بتحب المخللات والحاجات الجميلة دي. طبعا انتوا بقى عارفين يا حبايبي، زي ما انتوا عارفين كده اللفت في الشتاء. من اللفت يعني بيبقى كتير قوي في الشتاء، زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله يعني. فطبعا احنا عندنا غيط وزارعين فيه اللفت ده، يعني احنا مش بنشتريه، احنا طبعا عندنا غيط كده وزارعين طبعا اللفت وزارعين خضار وحاجات جميلة كده زي ما انتوا شايفين. وبرضه هبقى اوريكم واحنا في الغيط وبنجمع اللفت ده كده. فطبعا حماتي راحت الغيط كده جابت لنا شوية لفت كده من الغيط حلوين يعني، وقالت نعملهم مخلل يعني كده. فانا طبعا حبيت كده ان انا اوريكم المخلل بتاع اللفت يعني بيتعمل ازاي، وازاي يعني حماتي بتعمله ازاي بطريقه بسيطه جدا وسهله و... واي حد يعرف يعمله يعني، مش صعب ولا حاجه. وكمان اللفت ده يا جماعه مخلل، يعني مخلل جميل جدا وفي نفس الوقت مفيد يعني وفيه فيتامينات كتير قوي. فطبعا من احنا على طول في الشتاء بالذات يعني احنا بنحب نعمل اللفت ده، ناكله جنب المكرونة، ناكله جنب المحشي يعني على طول. يعني اللفت ده مش بيتقطع كده من على الطبلية يعني. فطبعا حماتي بقى قعدت كده تعمل اللفت كده. طبعا كنت بوريهولكوا هي بتعمله، هي بتحب على طول هي اللي تعمل اللفت يعني وكده. اي مخلل في البيت هي بتحب يعني تعمله بايديها. الصراحه هي بتعمل شويه مخلل نفسها بيبقى حلو قوي في المخلل، فهي يعني بتحب تقعد تعمل المخلل وتقمعه كده وتظبطه كده زي ما انتوا شايفين. فانا حبيت اوريكم يعني طريقه المخلل بتاعتها سهله جدا ومش صعبه يعني، واي حد ممكن يعملها عادي. فطبعا هي بتمسك المخللية كده زي ما انتوا شايفين. هي طبعا يا حبايبي بتمسك اللفت ده، طبعا بتقطعه كده وتحففه كده على الوش، وتحش طبعا العصيان دي. طبعا العصيان دي احنا بنخللها كده برضو مع اللفت، بتبقى جميلة جدا وطعمها حلو ومفيدة طبعا. وهي بعد كده بعد ما هتعمل كل الكمية اللي انتوا شايفينها دي، هت هتمسك برضو العصيان دي كده وهتقطعها برضو كده في حاجة كده لوحدها، وهوريكم برضو دلوقتي وهي بتعمله. ويا ريت يا جماعة اللي أول مرة يخش على القناة بتاعتي ويتفرج عليها، يا ريت يشترك لي في القناة ويفعل لي كده الجرس ويعمل لي كومنت حلو كده يشجعني فيه. انا نفسي اكبر كده بيكو ونفسي يعني تشجعوني واحس ان في ناس بتحبني وكده وبتتفرج عليا يعني وبتتابعني. ده انتوا عارفين والله بجد ده بيبقى احساس حلو قوي يعني. بس فانا يا ريت بحب قوي لما حد فيكم بيعلق لي على حاجه او يبعت لي حاجه يعني، ببقى والله بجد ببقى فرحانه جدا، ببقى سعيده جدا ان اي حد بيعلق لي على حاجه او بيقول لي كومنت حلو. ربنا يا رب يفرحكم كلكم ويسعدكم يا رب. بس فطبعا يا ريت اللي اول مره يخش على القناه بتاعتي ويشتري ويشوفها يعني، يا ريت يقول لي ايه رايه فيها، يشترك لي فيها واهم حاجه يعمل لي الكومنت الجميل ده اللي بيشجعني ان انا انزل فيديوهات تاني، واللايك برضو. وعايزاكم قبل اي حاجه وقبل ما تعملوا اي حاجه تصلوا على النبي وتذكروا الله، ده قبل اي حاجه يا جماعه. وطبعا انتوا عارفين الصلاه على النبي والذكر بالله ده يعني فيه بركه جميله جدا. وما شاء الله يعني زي ما انتوا شايفين بقى كده حماتي بقى كده وهي بتعمل المخلل. فانا الصراحة والله يا جماعة يعني اي حماتي كده وهي بتعمل المخلل ده، انا الصراحة بحب المخلل اللفت قوي. وانا اصلا ما كنتش اصوره ولا حاجة، بس هي حماتي طبعا الطريقة بتاعته بتعمله بطريقة سهلة جدا، فانا قلت ليه ابخل عليكم بالطريقة دي، ولازم تشوفوها بتعمله ازاي. وطريقة سهلة وسريعة يعني مش بتحتاج اي مجهود منك. وفي ناس كتير ما بشوفها يعني ما بتحبش تعمل اللفت ده يعني، ممكن هي بتحب تعمل المخللات التانية اللي هي زي الجزر او الخيار او الفلفل او الكلام ده. مش عايزه اقول لكم بجد والله برضو المخلل ده اللي هو اللفت ده بيبقى جميل جدا ومفيد اصلا يعني. فانا حبيت اوريهولكوا كده وهي حماتي برضو بتعمله والطريقه اللي هي بتعملها بيه ازاي. والعصيان بتاعته دي بتبقى مفيده جدا يعني، وهو اصلا مش غالي خالص، ده هو يعني هتلاقوه مثلا الكيلو مثلا، وفي ناس بتبيعه بالكيلو وفي ناس بتبيعه بالربطه. طبعا احنا عندنا يعني احنا كده كده زارعينه في الغيط فما بنشتروهوش. بس بنطلعه من الغيط كده وبنعمله
وطبعا احنا بنبقى زارعين كمية كتيرة، فطبعا احنا الصراحة مش بنبيعه، احنا بنوزع كده على الحبايب، يعني ساعة ما بنعمله بنعمل منه مخلل للبيت، والباقي بقى بنوزعه كده على الحبايب والقرايب يعني. بس فانا قلت بقى طبعا احنا على طول بيخلص، فحماتي بتعمل لنا غيره، اول ما بيخلص بتعمل لنا غيره على طول لغايه ايه اما خلاص يعني بيخلص من الارض. فانا ايه حبيت اوريكم بقى الطريقه اللي هي بتعملوا بيها كده، وصلوا بينا على النبي واذكروا الله، ويا ريت ما تنسوش تشتركوا لي في القناه، وتقولوا لي ايه رايكم في المخلل بتاعنا، وايه رايكم في الطريقه بتاعت حماتي اللي هي بتعملوا بيها ده. هي هنا طبعا بعد ما نضفته خالص من كل الحتت اللي هي فيه دي، مسكته بقى قطعته كده مكعبات زي ما انتوا شايفين، مكعبات صغيره كبيره زي ما انتوا شايفين. طبعا في ناس بتحط على اللفت بتاعنا ده بتحط عليه البتاع الاحمر ده اسمه ايه، قولوا معايا ناسياه. البنجر يا جماعة، معلش انا نسيت. البنجر ده طبعا بيبقى لونه احمر كده، وفي ناس بتحطه على اللفت. طبعا والله بجد احنا مش بنحط لفت بنجر خالص على اللفت، هو بيبقى لونه احمر كده وجميل اول ما بنحطه. هو اصلا اللفتايه زي ما انتوا شايفين كده من بره بيبقى لونها احمر، فاحنا طبعا اوريدي اول ما بنحطها في الميه بالملح، وطبعا هوريكم الطريقه دلوقتي اللي حماتي بتعمله بيها. فطبعا هو بيحمر لوحده في الميه، احنا مش بنحط له اي حاجه يعني، هو بيحمر كده لوحده في الميه، هوريه لكم برده دلوقتي. هي كده طبعا بتقطعه كده مكعبات زي ما انتوا شايفينه. طبعا لسه هنغسله بميه وهنقطع العصيان بتاعته، وبعد كده طبعا هتقطع بقى كل الكميه دي. طبعا انا هساعدها دلوقتي انا واخت جوزي، هنقطع معاها بقى كده شويه والعصيان برضو كده هتقطعها لوحدها، وهترجع بقى تحط كله على بعضه. هوريكم برضو الخطوه التانية هتعملها ازاي. كده هي مقطعه العصيان لوحدها في طبق، واللفت زي ما انتوا شايفين كده هنقطعه برضو مكعبات كده في طبق. طبعا انا يا حبايبي سبتكم كده براحتكم تتفرجوا يعني. ودي كده بقى المرحله الاخيره، ده كان ملح كده حطيته عليه، ده حطيت الكميه كلها كده في حله زي ما انتوا شايفين، وده كان ملح كده حطيته عليه. وبعد كده هتنزل بقى عليه بميه سخنه، كنا مسخنينها كده على البوتاجاز. هتنزل بقى على اللفت بتاعنا كده بميه سخنه، وهتسيبه بقى كده مع نفسه بالملح بالميه السخنه ده، وهنغطيه وهنسيبه خالص لغايه اما يستوي. بس كده يا حبايبي، ودي اخر حاجه معانا في اللفت. بس هنغطي بقى عليه كده وهنسيبه بقى يستوي براحته. و... وزي ما انتوا شايفين بقى هوريهولكوا برضو دلوقتي بعد ما استوى كده، وشكله كان جميل واحمر وما شاء الله يعني، والهنا والشفا.